عالسلامة، ان شاء الله تكونوا الناس الكل بألف خير. اليوم باش نشارك معاكم دبارتي نهار اللي عملت البروكلي والمبطن وشاركته معاكم. باش نعمل كعبات التريليا في الاير فراير وصوص طماط وخبز طابونه. ان شاء الله تنهبطوا لكم الفيديو. خبز طابونه جاي ما شاء الله، هانكم احكموا من المنظر نتاعو. لان اول حاجه باش نبدا نحضر الصوص طماط. خذيت الطنجره حطيت فيها شويه زيت، تاخذوا زيت على حسب كيما تحبوا نتوما، معناها اي نوع زيت تحبوا عليه ولا مستانسين تستعملوا فيه. حطيت جرينات فلفل احمر وخضر يبداو محرحرين، هو البنه نتاع الصلصه. تبدا الفلفل حار هكا وبزايد قرن زاده، ويا حبه ذا يكون كالفلفل البقلوطي نتاع تونس المحرحر. هذه دباره صيفيه انا نحب نشم ريحه الصيف في الشتاء، هكا يجينا الحنين للصيف نعملوا دباره صيفيه. لأن عندي 3 كعبات طماطم كبار قسيتهم دي كوب بالطريقة هذه، ونحيت لهمش الزريعة متاعهم على خاطر هي حلوة ماهيش قارصة. ومعاهم 4 فصوص ثوم كبار قسيتهم دي رونديل، وباش نخليهم الغادي يشكشكوا على نار من متوسطة لخفيفة حتى فين يقر الماء متاعها، ونكمل لها بقية المكونات. لأن خذيت 3 كعبات تريليا كبار باش نفوحهم ملح فلفل اكحل، حطيت لهم ثوم بودر وتابل وكرويه، استغفر الله كمون مش تابل وكرويه، وشويه ديزيرت دو بروفونس اللي هما يتكونوا من الكليل والزعتر والحبق الشايح. ديما تسالوني ديزيرت دو بروفونس شنو هما؟ كليل وزعتر شايحين وحبق شايح زاده. نفوحهم بالطريقه هذه ونخليهم على جنب. نجموا تفوحوا الحوت نتاعكم قبل ما تبداو تطيبوا. يعني ديما نزود الفيحة في الحوت على خاطر مش كيما الحوت نتاع البحر الابيض المتوسط، هنا نقود له تشيشه نخليه باش يجيني بني. لان قررت الماء نتاعها الطماطم باش نحط لها مغرفه غير شويه طماطم معجونه وشويه الملح باش تكمل تقر الماء نتاعها، ونخليها في عقلها تغلي كيما هكا باش حتى فين توقف على زيتها. وما ننساش كالمغرفه نتاع الهريسه الشايحه والا الفلفل المهروش، نجموا تعوضوه بالطبيعه بالهريسه العربيه. انا بدات باش توقف على زيتها توا باش نفوحها باش نحط لها التابل وكرويه. ما حطيتهاش من الاول باش ما تحرقليش الفيحاء، انا التابل باش ما تحرقش. وحطيت الفلفل الاحمر مرحي ونقلب بالطريقه هذه ونمرق دوبه شويه وكهو. هي البنه نتاع الصوص والشكشوكه والكل خيارهم ما يكونوش فيهم برشا ماء. انا مش نعملها ميها ومن بعد نقعد نستنى فيها حتى تنشح هكا ما تجينيش بنينه. نخليها تغلي شويه وبعد تالي نحط لها شويه كمون، رشه كمون، ونرجع لها قرون الفلفل نتاعها وكهو تحضر الصوص نتاعي. انا حطيت لها شويه الكمون ونطفي عليها. الكمون بالطبيعه ما يغليش على خاطره في ساعه مرار. هذه الصوص حضرت لأن شاركت معاكم في الفيديو اللي قبل طريقة البروكلو. أنا الفيديو جوست اللي قبل الفيديو هذا. وهذايا الكعبات ولد البحر حطيتهم في الاير فراير. ساعدتني الاير فراير في الأكثرية في الحوت وفي الفريت. حتى الفريت عملتها غسلت الوحدة نتاع الاير فراير وحطيت فيها كعبات فريت زادة مع شوية رشة زيت ورشة ملح. رشة زيت معناها اقل من مغرفه هو. وهذا هو العشاء نتاعي يحضر. هذه هي الصوص طماط. قولوا لي شنو رايكم فك البنه. وهذا خبز طابونه. ان شاء الله في الفيديو الجاي نشاركه معاكم. وهذه هي دبارتي اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله حصلت لكم اضافه ولو بسيطه. وتوا نخليكم في امان الله وبالسلامه.